عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة واقتصادية. عندك بيضة، أجي نوجدوا أسهل كيكة جديدة. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجوا بيضة، كيس بودرة كاكاو مر، ملعقة كبيرة ديال الخل، 2 كيسان ونص ديال الدقيق الأبيض، 2 خميرة كيميائية، سكر فاني، كاس ونص حليب، كاس سكر مع مرش وكاس زيت مع مرش. كمية ديال التمر واللوز اللي تقدروا تعوضوهم بالمكسرات اللي موجودة في الدار ولا بحبيبات ديال الشوكولاتة. نمروا لطريقة التحضير. كناخدو هنايا الخلاط الكهربائي، كنضيفوا عليه السكر، كاس مع مرش، نزيدو كاس ونص ديال الحليب اللي كنا ذكرنا في المقادير باش تجي معنا الكيكة هشيشة وخفيفة. ضروري نخلطوا هاد المكونات على الأقل واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق في الخلاط الكهربائي حتى يصبح اللون ديالها أبيض. بعد 3 دقائق تقريبا كيولي الخليط ديالنا اللون ديالو أبيض. غادي نضيفوا له كاس ديال الزيت مع مرش، نزيدو نضربوه شوية باش يتجانسنا مع الخليط. في هذه المرحلة غادي نخويو الخليط ديالنا في شي إناء ونضيفوا له باقي المكونات. القوام ديال الكيكه ديالنا كيجي خفيف على هذا الشكل باش الكيكه تجينا هشيشه وخفيفه. ما نكثروش بزاف الدقيق ان شاء الله باش تصدق معاكم. كناخذوا مول كندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق ونفرشوا فيه ورق الطبخ اذا كان متوفر. نمروا دابا لاصوص ديالنا اللي غادي نحتاجوا لها: نصف كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال السكر، ونصف كاس ديال الزيت. غادي نضيفوا هذوك 3 ديال لي ساشي ديال الكاكاو. اللي ما كانش متوفر عنده يقدر يعوضهم ب3 معالق كبيره ديال الكاكاو مر. كنطحنوها مزيان حتى كتعقاد لينا هذيك لاصوص، كتجي زوينه ولذيذه وتقدروا تستعملوها في وصفات اخرى كتزين لي كريب ولا تزين طورطات ولا حشو طورطات، كتجي زوينه بزاف. الكيكه من بعد ما طابت وخرجناها من الفران كنزينوها بهذيك لاصوص اللي كنا وجدنا. كتجي منفوخه مع انها غير بيضه واحده. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق كيف جاتكم. ما تنساوش زر الاشتراك باش يوصلكم جديد الوصفات. اشتركوا في القناه. وغادي نقطع معكم دابا واحد المورسو ديال الكيكه ديالنا باش تشوفوا من الداخل كيف كتجي زوينه وهشيشه ومعلكه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.